السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على موضوع جديد وهو بلان فيو. احنا كنا بنعمل الليفل قبل كده. ان احنا بنروح على structure وبعد كده ليفل اللي هو الشورت كات ال. وكنا لما بنيجي نعمل الليفل كنا بنلاقي فيه هنا ميك بلان فيو، ولا مش هتعمل. يعني هو كنا بنعمل هيبقى لونه أزرق اللي هو يتعمل له بلان فيو، ويبقى لونه أسمر اللي مش هيبقى معمول. طب البلان فيو تايبس عاوزة سيلينج وفلور وستراكشر ولا عاوز نوع معين بس؟ فكنا بنعمل بالطريقة دي، الليفل بالطريقة دي. طيب لو في ليفلز أنا عملتها بس ما كانش متفعل إنه يعمل بلان فيو، زي ما نعمل كده مثلا اللي هو ليفل 15. هل بقى يعني هل ازاي اقدر اعمل بلان فيو للليفلز دي؟ ماشي، هروح بقى على فيو، بعدين اروح على في هنا بلان فيوز، الاقي في عندي بقى فلور بلان ريفلكتد بلان. طب انا اللي يهمني ستراكشر بلان ليفل 15 اللي انا لسه عامله ده. اقول له اعمل لي منه آه، اعمل لي منه بلان فيو ستراكشر. تمام. او ممكن اعمل كمان لو دوست edit طيب هيظهر التايب اللي انا اخترته اللي هو structure. وممكن اعدل في التايب properties، وممكن اعدل في ال view direction up ولا down. بس دي تايب properties، لو غيرت فيها هتغير في كل البلان فيوز اللي واخدة نفس التايب structure. هلاقيه بقى بيقول لي آه، لو هلاقيه بقى بيقول لي اختار الليفل اللي عليه structure. هلاقي في هنا بيقول لي don't duplicate existing view. لو انا مفعل ديت يعني كل ليفل يتعمل له بلان فيو، خلي بالك ما تعملوش دوبليكيت. عشان لو عندك مثلا الفيو بتاعك، لو عندك في 20 ليفل وفي 15 اتعمل لهم فيوهات وخمسة لأ، وانت مش عارف اللي اتعمل له واللي ما اتعملوش، تقدر بالاوبشن ده وهو متفعل يظهر لك الخمسة اللي ما تعملهمش بلان فيو. بس زي ما احنا لسه عاملين بلان فيو اللي هو ليفل 15 هو الوحيد اللي ما تعملوش بلان فيو، فهو الوحيد اللي ظهر. اما لو شلت الشيك دي هيظهر لي كل الليفلات عادي، وممكن يعمل منها دوبليكيت منها. ممكن اعمل مثلا اختار ليفل 15 14، فالاقيه في الاستراكشر بلان هلاقيه عمل لي ليفل 15 ضافه. هلاقي وليفل 14 عمل منه دوبليكيت زي ما احنا شايفين. يعني هو ضاف ليفل 15 وعمل دوبليكيت من ليفل 14 اللي هو الواحد دي. وكذلك بقى لو احنا عايزين نعمل لو هو ما تعملوش اللي هو ريفلكت اكسترينج بلان، او ما تعملوش فلور بلان او كده، فممكن بنفس الطريقة زي ما عملنا في الستراكشر نعمل في الفيوهات التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.